السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الكرام. سأتحدث قليلا عن الفساد، ربما المقطع الفيديو طويل شوي ولكن للفائدة أرجو متابعة المقطع حتى النهاية. ما أشبه الفساد بسوسة النخيل التي تضرب النخلة في جذرها بالعمق وتجدها واقفة دون أن تلاحظ أي تأثير خارجي إلى أن تتهاوى هامدة. الفساد كنبتة الثيل، ربما البعض لا يعرفها، هي نوع من الحشائش التي تنبت عادة في الأماكن الخصبة، يعني تجدها بكثرة بين المزروعات، وإن لم تقضي عليها منذ بداية ظهورها سوف تهيمن على المكان وتقضي على المزروعات، ومع مرور الوقت يصبح القضاء عليها مكلف وقد تخسر كل ما زرعت. كثيرة هي طرق ووسائل وأنواع الفساد، صغيرة كانت أم كبيرة، ففي النهاية هو فساد ولا بد من الاستئصال، مثل ما يستأصل عضو من جسد الإنسان إذا أصيب بالسرطان حتى لا يتفشى على سائر الجسد. لن تتمكن الحكومة من مكافحة الفساد دون التعاون المجتمعي، حيث أصبح اليوم الجميع مدعو للتبليغ عن كل من تسول له نفسه بالمساس بمدخرات الدولة أو يستغل منصبه وسلطته من أجل مصلحته الشخصية. وعندما نقول للمجتمع دور مهم فهنا نعني بأن كل أفراد المجتمع عليهم التبليغ الفوري عن كل أنواع الفساد، إداري كان أو مالي أو أخلاقي. على سبيل المثال قد يسلك فرد ما طريق أسهل لإنجاز معاملته من خلال تقديم هدية لذلك الموظف، وهذا سبب من أسباب الفساد. وقد يجد فرد ما أن هناك موظف غير ملتزم بمواقيت العمل، والبقاء في مكتبه والسكوت عنه يجعله يستمر فيما هو عليه، وهذا فساد. وقد يأتيك شخص ما لانتخابه لأحد المجالس ويقدم لك مبلغ مالي لانتخابه، هذا أيضا بحد ذاته فساد وأنت تساعد على ذلك. الوسائل والطرق كثيرة، لن نستطيع أن نغير شيء إن لم نتغير نحن في دواخلنا، لأن الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أجل الاستقرار السياسي لابد من تحجيم الفساد إن لم يكن بالاستطاعة القضاء عليه نهائيا، وكلما تضخم الفساد ضعفت القوة المركزية السياسية للدولة واهتزت أركان العدالة وتساقطت أعمدتها وتلاشت مقتضياتها. دائما تنعكس أخلاق الدولة على أخلاق الشعوب، فكلما زاد فساد النخبة انعكس ذلك على أخلاق الشعوب، ويبدأ اضمحلال مفهوم الدولة بشيوع الفساد. لهذا لابد من مكافحة الفساد، لأن ذلك يعني انتشال الفقراء من فقرهم، والقضاء على الفساد يعتمد على الإرادة السياسية للدول والعمل المشترك بين الدولة والمجتمع. خلال الأيام الماضية كانت هناك دعوة موجهة من الحكومة للقضاء على الفساد ومحاربته بشتى الطرق، ولاحظتم توجه الجهاز الرقابي للدولة لمكافحة الفساد ودعوة أفراد المجتمع للمشاركة في ذلك. الحديث عن الفساد وأشكاله وأنواعه يطول، ويبدأ الفساد منذ بداية ذهاب الوازع الديني لأي فرد كان، وعلينا أن ندرك بأن الفساد معصية لله تعالى وخيانة للوطن والسلطان والمجتمع والإنسانية، ووقف الفساد واجب ديني وأخلاقي وإنساني. على الموظف أن يبلغ عن مسؤوله إن وجد منه نوع من الفساد وعدم إطاعته، فلا طاعة لمخلوق على معصية الله مهما كان مركز هذا المسؤول، فأمانة العمل تحتم عليك التبليغ عنه فورا حتى لا تمتد جذوره في تلك الجهة التي يعمل فيها ويصبح له أعوان ومساعدين. للقضاء على الفساد لابد للحكومة من الرغبة الصادقة الجادة للضرب يد من حديد، وقد يصل الأمر إلى قطع العنق
فمن يخون أمانة العمل ويختلس المال العام ويستغل منصبه لمصلحته الشخصية فهو خائن لوطنه وسلطانه ومجتمعه، والخيانة لا تسال فيها. فالفساد مهلك للبلاد والعباد. دمتم بود، ولكم كل التقدير والاحترام.